احلى وصفة خبز برجر بدون جلوتين. جات وصفة ناجحة 100%، وجات هايلة. طبعا الفارين تلينات متعدد الاستعمالات وخليط ريجينات. استعملنا هالوصفة تاع الخبز البرجر. ان شاء الله يا ربي تشاهدوها تعجبكم نتوما مرضى السيلياك. طبعا صفحة أكل بدون جلوتين تقدم هذه الوصفة اليوم، والله غير جا قطن. شاهدوه، جا هايل وجات ناجحة ما شاء الله. لثاني مرة ندير البرجر، الخبز تاع البرجر ونجحني، بصح هذه المرة جات هايلة. يا ربي تجربوها وتعجبكم. شوفوا كيفها طرية. طبعا الاحتفاظ بها نديروها في كيس ونغلق الإحكام ونزيد لها طرشون ونخبيوها. شوفوا انا استعملت هذا الفرماج ليس للاشهار ولكن علامه خالي من الجلوتين، تمنيت نفيد به للسيلياكيين. جا طعمه جبن اصلي، رمادي اصلي جدا رائع جدا. حشيت به البرجر حاجه خفيفه مع سكالوب دجاج، شاورما دجاج. يا ربي تعجبكم. المقادير هي: عندي زبده صول نحتاج 2 مع مغارف، 2 ملاعق ملح، كيلو ونصف طحين، نصف كيلو حليب، ملعقة حليب بودرة مجفف، خميرة خبز، بيضة اللي نحتاج البيض، وربع كيلو زيت، ونص كيلو ماء. نص كيلو حليب، نص كيلو ماء. هاي المقادير أمامكم. نعاود نحط في بول تاعي في الإناء اللي حنعمل به، نحط شوي حليب وخميرة خبز، نزيد عليهم الطحين الخالي من الجلوتين اللي هي الكيلة الأولى. شوفوا، نحط كيلة الطحين ونضيف عليها كيلة الحليب المجفف بودرة اللي هي ملعقة، ملح، نضيف عليه نصف تقريبا كيلة إلا ربع طحين كذلك. طبعا كيلة تقريبا نصف درناها. نضيف درك بياض البيضة، طبعا الزيت وبياض البيضة. الصفر خليه التزيين. نضيف الزيت الآن اللي هي نصف الكمية. نخلط، نبسش نخلط فقط. نجيب الحليب ونحاول نطم اللي هي نص الكيلو. نص الكيلو تاع البول تاع الحليب فيه ندير فيه نص كيلو ماء دافي، ونعاود نبدا نطم العجين تاعي. بهذه العملية نبقى نخدم بيدي جيدا حتى نتحصل على عجينة ملساء خالية من الحبيبات تكون رطبة، ونخدموها جيدا بيدينا، نفركوها جيدا بيدينا ولا بالملعقة ولا بالباتور بيدخل كيما حبيتي. شوفوا، انا حسيتها شوي شي حنزيدوا لها شوي ماء. طبعا هنا نزيد لها نصف الكمية تاع الماء. شوفوا، يعني زيد بيدو في واحد. بيتخا طيش كلش في البيتخا وتخليها تخدم على روحها حتى تخلص على تحصل القوام المطلوب. هاي الآن بعد ما كملتها وتحصلت على زدت لها الزيت، عجنت جيدا. نكمل بملعقة الزبدة الطرية، نحتاج ملعقة ونصف ملعقة. الملعقة هذه نحطها فيها قبل ما تخمر. ندخلها جيدا في العجين، نحاول ندخل المارغرين جيدا في العجين، ثم تترك لي تضاعف الحجم. ثم نعاود كي يضاعف الحجم نزيد له نص مغرفة زبدة اللي راني تشوفوها. نعاود نحركوها جيدا وندخلوها كذلك في العجين قبل التشكيل. ها هي العملية واضحة أمامكم. نحط العجين في كيس بلاستيكي يكون فيه الزيت، نهزو، نعاود نجبد الفوق، نحطها هكا بيضاء، نعاود نحطها تولي دويرة، تولي لي شكل برجر وحدها خبزة. شوفوا العملية. حسيتها ما هيش واضحة ولكن هي واضحة. نعاود طبعا العين تاعكم راهي شوفوا نعدل بالبول، نعاود نبلاطيها بيدي جيدا ونخدم الاستيعاب بكيس بلاستيكي او
تستعمل ليغو نورمال وتخدم عادي، ولا باليد غمسي يدك فقط في شويه زيت وبدا حطي الكميه اللي بغيتي وبدا يخدمي هكا شتي بالغرفيه وانت خدمتيها بالملعقه عادي، ما كاين حتى مشكل. هي طريقه التشكيل لانه العجين تلتصق. حاولي برك واللي عندها سارسو تاع لي سارسو تاع لي خبز برجر او لي طارت درتهم، تاع لي طاطيلات ديرهم عادي. ندهن بعد ما تخمروا لي ثاني 5 دقائق ندهنهم بصفار البيضاء مع ملعقه زيت قليل من الخل، ونزينها بالسمسم او الجنجلانيه. نعاود ثاني نشكل 4 خبزات الباقيين امامكم. شوفوا نقسم العجين في ورق الطهي تاعي اللي قطعته دوائر، شتو لازم يكون نفس الوزن تقريبا، نفس الوزن. اللي تحب الميزان دير بالميزان. بعد نجيب الكيس البلاستيكي، شوفوا نعاود لكم العمليه. كون شوي فيه زيت، شوفوا كيف درتها، متخافيش منها. عاودي نحي داك العجين اللي بقى بالمغرفه عادي، شوفي مسي عادي لانه دهنتيه بالزبده، ورق الطهي دهنته بالزبده. يزيد اللي ما بغاتش تدهن بالزبده تدهن او بالمارغرين، تدهن بالزيت من بعد تخدم. شوفوا كيف نديرها بالساشي، لهوتها هكا هاي في الساشي بالكيس عفوا البلاستيكي، نعاود نحطها. طبعا التشكيل كان واضح امامكم. اولا انا استعملت مارغرين سول، نقول زبده، انا استعملت مارغرين سول. اللي عندها زبده دير زبده، الزيت هي حره. ندهنوا الان هي امامكم. ان شاء الله شهيتكم في الجنه، تعجبكم الوصفه تجربوها وطبقوها وتنجح لكم. سلام. زوج سنيوات تما درت 8 خبزات. نتوما كيما تحبوا. درت العجينه الاولى عاود درت الثانيه. نتوما حرار، انا برك تجربه باش تشوفوها فقط.
شوفوا لي الخبز بعد الطهي جا تحفة فنية، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. شوفوا والله تجربة ناجحة مليون مرة في المية عفوا، يعني والله رائعة، جربوه مش حتندم. شوفوا لي قوام خبز البرجر تاعي جا تحفة، ان شاء الله تجربوه. شوفوا حتى المنظر يشهي. شوفوا احلى خبز برجر درتو عن تجربة يعني. زاد شوفوا صورة الخبزات بعد الحشو، شوفوا هذا الفرماج الأصلي رمادي أصلي خالي من الجلوتين فيه علامة. نتمنى تجربوه، راهو فيه بنة الجبن الأصلي الحقيقي يعني كيما بنة الفرماج ليس تحضيره. الحمد لله. شوفوا صورة البرجر بعد الحشو والمنظر، قلشوا رواحكم لي سلياكين شوية، شهية طيبة. على 3 أشكال، شكلين اللي هما المعتاد، وكاين الشكلين هذو مع طبعا دايما من الجبن هذا رمادي أصلي رائع خالي من الجلوتين، يعني نستهلكوه وحنا مطمنين. ودرت ثاني نوعية أخرى تاع تزيين خفيف للبرجر. طبعا هذا شكل آخر كيف زين حشيته بصوص فرماج وشاورما دجاج، زيتون، فريت. المهم انتي ديري اللي يعجبك واللي يحبه خاطرك. طبعا هنا قسمته برك اللي عندها الحشو دير اكثر الحشو اكثر من البرجر. وطبعا تشوفوا التزيين الاخر اللي هي خبزة تزيين اخر بالصوص جبن، تجيكم هايلة مع الت ناتير وشوي زيتون. ان شاء الله تعجبكم وتجربوا.